السلام عليكم يا مساء الورد. معكم علي عبد العزيز وحلقه جديده من سلسله برشامه الساحل. هنتكلم النهارده عن مشروع مسايا لشركه ايجي جاب ومالكها سمير جاب الله. الشركه ثابت عملها موجوده في الشروق، كذا كومباوند سكني ساكنين وعايشين، غير مشاريعهم اللي تحت الانشاء والمولات اللي عملوها قبل كده. المشروع موجود في كيلو 133 في سيدي عبد الرحمن، اللي هي منطقه عايشه وساكنه وايجاراتها معروفه من دلوقتي ومعروف اولها من اخرها، والبحر فيها مقبول بس بيحتاج شويه شغل من المطور مش كبير. المشروع فيه استلام سنه واتنين وفيه فندقي متشطب بالتكييفات. سعر الغرفه بيبدا من اول 10 مليون والغرفتين من اول 14 مليون وبيتقسطوا على 8 سنوات، ولو هتستلم في خلال سنه هيكون في طبعا دفعه استلام. نقاط بيع المشروع انه مشروع كوزي جدا وصغير، هم 30 فدان وعرض الشط 200 متر على عمق 600 متر، وده طبعا ممتاز بالنسبه للمساحه، غير ان استلامه قريب وبالفعل مبني، وتاخيرات الشركه دي تعتبر محدود، ومشاريعهم اللي اتسلمت حتى لو مش كتير فهي مميزه، ومنهم اللي ظهر في مسلسلات كمان وتصور. عيوب المشروع هو ان المطور ملهوش سابقه تشغيل ساحلي قبل كده، وده طبعا بيبقى نقطه مجهوله، مش معروف هل المشروع هيطير ولا كمان كام سنه هيكون مشروع عادي، غير انه ما فيهوش فكره مميزه قوي وسعره مبالغ فيه كده جدا عشان استلام قريب وفي سيدي عبد الرحمن. طبعا لما اشتري حاجه اقسط لها مثلا 1.5 مليون في السنه وتجيب لي اصلا مليون منهم كعائد ايجاري، فالمطور لازم يبالغ في السعر عشان هو بيبيع بيع غناوه، مش مضطر ان هو يبيع. عشان كل ده انا هدي المشروع ده 74%، وبنصح بيه اي عميل عايز عائد ايجاري سريع او عايز حاجه في سيدي عبد الرحمن واستلام قريب. بالفعل انا شايفه فرصه مش وحشه. انا علي عبد العزيز، وفعل الجرس واعمل لايك وسبسكرايب عشان يوصل لك كل جديد في اهم سلسله هتفيدك الصيف ده.